سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برحب بفضيلتك وكل عام وفضيلتك بألف خير يا فندم. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم في دار الإفتاء المصرية، وأسأل الله تبارك وتعالى لجموع المصريين والمسلمين أن يعيد الله علينا وعليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فضيلتك أطلقت إنذارا حذرت فيه من الحرية المنفلتة التي ربما تسعى لهدم القيم والعادات والتقاليد في مقابل الحرية المنضبطة التي تحترم الذوق العام. ما دوركم في دار الإفتاء المصرية بعد هذا الإنذار وهذا التحذير؟ يعني خلينا نقول إن عنت دار الإفتاء المصرية عناية كبرى جدا بالعمل على تصحيح المفاهيم، وشاركتها في ذلك الأمانة العامة لدور الإفتاء وهيئاته في العالم، وألقت بظلالها على هذا المفهوم، أعني مفهوم الحرية، وكيف أن الدين أو الشريعة لا يتعارض مع حرية الإنسان، لكنه يرفض أن تكون هذه الحرية بعيدة عن الإطار المسموح به أو الإطار الذي يتنافى مع الفطرة السليمة ويتجاوز الخطوط الحمراء من عرف وعادة وتقاليد. فضلتك قدمت مفهوما أوسع للتطرف يتخطى حدود الدين، فهل التطرف ليس مقتصرا على الدين فقط؟ نعم، ودعينا نؤكد على أن التطرف لا يقتصر على التطرف الديني، فهناك التطرف الفكري الذي يعمل على تشويه الدين والتقليل من دوره والاستهانة بعلمائه والمنتسبين إليه والقائمين على أمره، ومن هنا يأتي الدور المنوط بالمؤسسة الدينية ومن بينها دار الإفتاء المصرية لتؤكد على أن التطرف لا يقتصر على التطرف الديني، وإنما يتجاوز التطرف الديني لينضم إليه التطرف الفكري أو اللاديني. فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وجهت إنذارا تحذر فيه من المتلاعبين بالمصطلحات الأخلاقية تحت ستار حقوق الإنسان من أجل تمرير بعض المفاهيم الغريبة على الإسلام والمجتمع الإسلامي. كيف نتصدى لهذه المفاهيم في المجتمع ونحد من انتشارها أكثر من ذلك؟ خلينا نقول إحنا جميعا شركاء في الوطن، شركاء في المسؤولية. هناك دور على الأسرة ينبغي أن تؤديه، هناك دور على دور العبادة ينبغي أن يتواجد فيها هذا الدور، هناك دور على المؤسسات العلمية والدينية والبحثية، هناك دور يتعلق بالمؤسسات الإعلامية، والإعلام يمكن أن يكون أداة لنشر الخير، ويمكن أن يساعد كذلك في التمرير والتبرير لمثل هذه المصطلحات، فضلا عن الرقابة التي تتعلق بالدولة وأجهزتها المختلفة. كل ذلك يتفاعل ويكمل بعضه بعضا، خصوصا وأن الوسائل الحديثة قربت هذه المفاهيم بصورة قد تنطوي على كثير منا، فهنا تأتي هذه الأدوار. هل يعني نستطيع مواجهتها بهذه السرعة التي تهاجم بها المجتمع؟ يعني احنا عايشين في عالم يعني فعلا قاسي وحد في أحكامه وسريع في تحولاته، لكن نملك القدرة على المواجهة، نملك القدرة على المواجهة، نملك القدرة على التصدي، نملك القدرة على التصدي. ودعيني فقط أتوقف أمام مثلا دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء. جئت إليها منذ مدة ليست بعيدة يعني، ولكني وجدت أنها قد خطت خطوات كبيرة جدا فيما يتعلق بالفضاء الرقمي والتطور التكنولوجي، وتستطيع أن تقرع وأن تواجه الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وأفردت لذلك مجموعة من التطبيقات ومجموعة من البرامج. ويكفي أن أشير أننا الآن في حالة لاختبار وإعداد لنوع من الذكاء الاصطناعي يتم تغذيته بالفتاوى الشرعية، وقد يكون بعد ذلك بلغات متعددة حتى نستطيع أن نكون متواجدين على الساحة ونتفاعل معها بصورة أكثر إيجابية وأكثر سرعة، حتى نؤدي الرسالة من ناحية ونحفظ الحدود ونحفظ المجتمعات من ناحية ثالثة.
انذار من فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية تحذر فيه من اتجاه قلة من الشباب الضالين لطريقهم والمتجهين إلى الإلحاد، ماذا تقول فيه؟ أقول لهم عليكم بالصبر على أنفسكم والنظرة الإيجابية إلى أنفسكم، لأن قضية الإلحاد ليست قضية هينة، والإنسان إذا ما وقع في شباك هذا الجانب يتعذر عليه أن يعود إلى ما كان عليه إلا بجهد طويل. ثم إن الإلحاد ما هو إلا فكرة أو معتقد يروج له من قبل مؤسسات وهيئات ودول ومنظمات دولية تعمل على تفريغ الجانب العقدي والجانب الديني من الشعوب العربية والإسلامية. الأمر الآخر عليكم حتى تتجنبوا الوقوع في مثل هذه الأمور بنقل المعلومة من مصادرها والرجوع إلى أهل التخصص، عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثالث عليكم بالعلم، والعلم بشتى أنواعه، ويكفيني أن أذكر بهذه العناوين لبعض الملاحدة الذين قادهم العلم إلى الإقرار بالخالق والاعتراف بوجوده، كهذا الكتاب العلم في منظوره الجديد، والله يتجلى في عصر العلم والعلم يدعو إلى الإيمان. كل هذه مؤلفات إنما ألفت من خلال مجموعة من العلماء في تخصصات متعددة ما بين طب وصيدلة وزراعة وفلك، لكنهم بموضوعيتهم وبنظرتهم الأمينة هداهم هذا العلم إلى الإقرار والاعتراف بالله تبارك وتعالى والخروج من دائرة الإلحاد والملحدين. فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شكرا جزيلا لفضيلتكم، نفع الله بكم وأعانكم على ما تتحملوه من مسؤولية هنا داخل دار الإفتاء المصرية في زمن وصفته فضيلتك بأنه زمن صعب. كل عام وحضرتك بألف خير ورمضان كريم يا فندم. الله أكرم وكل عام وأنتم بخير، وشكر الله لكم، وأسأل الله تعالى الحفظ للبلاد والعباد، كما أسأله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن في سلم وسلام في ديننا وأوطاننا. مع سبق الإنذار. مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.